ومساء الخير بالاكيله. معاكم كريم من اكل الشارع مع الصحاب. سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك علينا وعليكم. ان شاء الله السبت الجاي نكون كلياتنا على جبل عرفات. النهارده جايين نجرب مع بعض مطعم عامل ضجه باكتوبر، اسم المطعم القسطى روستو. هنجربه مع بعض ونعطيكم راينا، وان شاء الله الفيديو يعجبكم. النهارده معانا 3 وجبات، خلينا نشوفهم مع بعض. عندنا وجبه صدر فراخ بالبرتقال، تيجي زي ما هي كده. خلونا نفتح مع بعض. هي بتجي الوجبه كده، مع كل وجبه بيجي علبه طحينه، وبيجي معاها بطاطس مقرمشه وبصل مقرمش. ريحه الرز حلوه. هذا الرز طبعا رز كبسه بس طويل، وهذا الرز بشعيريه ريحته كمان بتجنن وحلوه. جرب اول شيء اللحمه في البرتقال. انا رح اخذ معلقه من الرز بشعيريه، معلقه رز بشعيريه نحطها هنا. رز مسمتي برضه معلقه، نخليها معلقتين. صدر فرخه هذا شكله. بدنا نجرب اول شيء الرز بشعيريه. بسم الله. طعمة البرتقال ظاهرة بالدجاج، بس مش راح احكم لبين ما ادوق الرز الحبة الطويلة. طيب بس اللي بنكهة البرتقال فيه مرار، انه قشر البرتقال هو اللي يعطي المرار، من غير قشر او من غير البرتقانة نفسها، والصوص بس يمكن افضل، ما راح يعطي نكهة المرار. هي بالنسبة للفراخ بالبرتقال. بس بينما هو كطعم صدور دجاج نظيفة كتير، البطاطس مستوية، الفراخ مستوية استواء جدا جدا يعني رهيب. فحنجرب دلوقتي النوع الثاني، نعطيكم رأينا. حنجرب دلوقتي النكهة الثانية، العسل المدخن. انا هجرب دلوقتي بالعيش واعطيكم الرأي غير رز. ونقول بسم الله. الفراخ اللي بالعسل يعطيك تيست بين الحلو وبين الحادق، وهيك بيكون جربنا عسل مدخن مشطشط سبايسي وكتير طيب. طبعا جربنا بالبرتقال وجربنا العسل مشطشط، دلوقتي عايزين نجرب بالزعتر والليمون. بيجي لونه احمر لانه المفروض يكون سبايسي. ورجيكم اياه. بس انا هدوق اول شيء الرز لوحده تمام، وهدوق مره ثانيه الفراخ. خلينا نجربه. لا نجربه بالعيش. لا بالنسبة بالزعتر والليمون نكهته حلوة وطيب، وهو بشكل عام الفراخ هي جدا جدا طيبة وممتازة. وخلونا نقيم ونعطيكم قيمي الشخصي طبعا. وبالنسبة للعسل والشطة بعطيه 10 من 10. اللي بالليمون والزعتر بنعطيه 9 من 10. بالنسبة بقى للي بالبرتقال انا بعطيه 10 من 10. بالرز بعطيه 10 من 10. كواليتي الاكل عالي صراحة، بعطيه كمان 10 من 10. والبصل المقلي كان تحفة، يعني البصل سوري الجزر والبطاطس عن جد رهيب رهيب رهيب. حبيت الفكره، فكره جديده يعني ما في شيء مكرر. روستو عامل عظمه في اكتوبر، مو بس عظمه، ان شاء الله يستمر، وان شاء الله نشوف له فروع اكثر، وبتمنى له الخير، وان شاء الله تعجبكم حلقتنا لليوم، وعايزين هيك كومنتات حلوه زيكم. كل عام وانتم بالف خير. كان معكم كريم من اكل الشارع مع الصحاب.